مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة اللي هي دونات بدانون بالسوس. كيجيو زوينين ورائعين. كنحتاجو ليهم 220 مليلتر ديال الحليب، معلقة ديال السكر تقريبا 50 غرام ديال السكر، معلقة كبيرة ديال السكر، معلقة ديال الخميرة حتى هي كبيرة شوية 10 غرام بحال هكداك اللي كتخدم بالغرام. كنخلطوهم مزيان، كنزيدو عليهم الطحين 400 غرام ديال الطحين، نبقاو نضيفو بشوية بشوية. وكنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم. وكنزيد 2 معالق ديال دانون بالسوس، هذا هو السر باش كيجيو هاد لي دونات هشاشين رطبين وزوينين. 2 معالق كبار ديال دانون بالسوس اولا دانون واحد هذاك ديال كاس ديال دانون بالسوس. هاد دانون بالسوس هو اللي كيجيبهم زوينين، كيجيبهم رطبين وهذا وزوينين. وكنجمع الخليط ديالي مزيان، من بعد كنديرهم فوق سطح العمل. يعني هذا هو السر الثاني باش يجيوكم الدونات زوينين، خاصهم يدلكو مزيان. هانتوما راه غادي نبقى ندلك فيهم حتى مابقاش تلصق ليا العجينة فوق سطح العمل. كيبغيو الدليك مزيان هادو. كنزيد هنايا شوية ديال الملحة، وكنزيد 40 غرام ديال الزبدة، كندخلها في الخليط وكنبقى نعجن عاوتاني حتى نكمل ليها الدليك ديالها. خاصهم يدلكو مزيان هاد الدونات باش كيعطيوكم، يا اما نديرهم في العجانة الا كانت عندكم العجانة، ما كانش العجانة راه غير بيديكم بحال هكا تبقاو تدلكوهم حتى كيدلكو مزيان. بعد ما دلكتهم هاهما نيشتيهم كي ولات دايرة العجينة كتولي طايعة ورطبة. صافي كنديرهم في هاديك الجبانة ونخليهم حتى كيخمرو مزيان الخميرة الأولى ديالهم. هادو أحسن دونات جربت وحماقو عليهم وليداتي، زعما غير جربوهم بعينيكم مغمضين. صافي بعد ما خمرات العجينة ديالنا، ماشي مشكل إلا دهنتو يديكم شوية ديال الزيت. صافي دابا كنديرو سميتو نحيدو منهم داك الهواء ديال الخميرة اللي خمرو، الخميرة الأولى. صافي دابا كنبدا نقطعهم كويرات. نتوما بغيتو تسرحو العجينة كلها سرحوها وعاد تبداو تقطعو، هو هذا كان عبرت درت كل وحدة فيها 80 غرام تقريبا. وانتم على حسب، بغيتو ديرو 40 ديروها، بغيتو ديروهم بحال هكا تسرحو العجينة كلها في مرة وتبداو تقطعو بالقطعة ديال اليد، هادي نتوما عينكم ميزانكم. صافي غنكملهم كاملين، ناخد المقياس ديالهم كاملين 80 غرام 80 غرام. ودابا نبدا نحربلهم نديرهم كبيرات. بحال هكا نديرهم بحال هكا حتى نكملهم كاملين. انا كنجيب هاد هذا فلاطو ولا صينية ولا كندهنها كنغبر عليها الدقيق، كنجيب هاد القطاعة هادي، هاد السيركل هذا اللي داير بحال هكدا داير، وكنبقى هذا نورك على العجينة ديالي باش هذا
باش كتهبط ما تبقاش هي هادا مكورة. أنا كناخد القياس بهاد السيركل هادا، صافي غنبقى عليهم بحال هكدا حتى نديرهم كاملين. غير وركو بهاديك القطاعة ماشي مشكل، واخا توركو بها مزيان ماشي مشكل. أنا كيجيوني نفس القياس. هما كلهم درتهم نفس القياس، كنجيب هاد القطاعة الصغيورة عاوتاني نقطع بها هاديك الدويورات الصغار، اللي بغا يديرهم هادا يقطعهم، اللي مبغاش يقطعهم أنا خليت شي وحيدات مقطعتهمش. وكنخليهم عاوتاني يخمرو الخميرة التانية، صافي كنبدا ملي يخمرو كنديرهم نبدا نقلي فيهم. ندير ليهم عافية مهيلة باش يطيبو على خاطرهم. هاهما كي كيتنفخو كيجيو زوينين الحقيقة، غير جربوهم على ضمانتي. صافي كنبقى نقلبهم بحال هكدا حتى كيطيبو على خاطرهم. وها من بعد ما طابو هاهما كي كيجيو دايرين. أنا درت شي وحيدات درتهم بالسكر، شي وحيدات درتهم بالشوكلاط، ولكم الاختيار كل واحد باش كيزين، مي كيجيو زوينين رائعين. كنتمنى تجربوهم وتردو عليا الخبر. أنا عاد كملت عاوتاني القلي ديال لخرين. شفتهم كي كيجيو محمرين زوينين. تا هادوك الصغيورين أنا محيدتهمش تما درتهم قليتهم تما جاو من داك الشر فيه، بحال اللي لعبو بالبي. هاهما بعد ما تقلاو كاملين صافي أنايا كل وحدة زينتها اللي زينتو بالشكلاط زينتهم، اللي زينتهم بالسكر زينتهم، نتوما كيبقى لكم الاختيار باش ما عجبكم زينوه. هذا كنوع من التزيين كل واحد على حسب الاستطاعة ديالو. مكيجوش شاربين الزيت. صافي كنتمنى تجربوهم وتردو عليا خبر إن شاء الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.